إذا انتقلنا إلى طمع إبليس وظنه، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. على صعيد الأمة، على صعيد المجتمع طبعا أيضا هناك أمور تسعد إبليس اللعين ويصدق ظنه في الناس وينجح. عزوفهم مثلا عن اتباع القيادة الحقة، هذا أمر يتعلق بالأمة جميعا ليس أمرا فرديا، هذا يتونس عليه إبليس أكيد، لأن مثل هذه القيادة الربانية الحقة هاي تكلف إبليس كثيرا وتقطع عليه طرقا كثيرة ومنافذ كثيرة. فلذلك لما ينصرف الأمر عن علي بن أبي طالب هذا إنجاز عظيم هذا لإبليس. ولما يركن أهل البيت سلام الله عليهم في السجون وبالقتل والتشريد والتهجير والإقامة الجبرية، فليس فقط ظنه وعمله على المعاصي الفردية لكل فرد بحسبه، معاصي الاجتماعية، معاصي الأمة كأمة ككل، هذا شرحناه بالفقه الاجتماعي. أكو تكاليف للفرد وأكو تكاليف للأمة.